بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نبدأ بسؤال بسيط جدا. عمرك اشتغلت في مشروع خلصته اون تايم وكمان within budget وبعدها بسنة اكتشفت ان المشروع ما عملش اي فاليو حقيقي؟ لو حصل معاك كده انت مش لوحدك، وده بالظبط السبب اللي خلى البي ام اي تغير طريقة التفكير في البيم بوك 8. النهارده مش جايين نحفظ definitions ولا نعدي processes ولا نرجع على عصر الاي تي تي اوز. احنا جايين نغير المايند سيت. السيشن ده اسمه Foundation and Mindset Shift. يعني قبل ما نتكلم عن البرنسبلز او الدومينز لازم الاول نفهم يعني ايه بروجكت بجد، يعني ايه فاليو، وليه البي ام بي اكزام مش امتحان حفظ لكن امتحان judgment and decision making. في سيشن واحد دي احنا مش بنذاكر، احنا بنبني طريقة تفكير البي ام بي. هنتكلم عن الفرق الحقيقي بين البروجكت مقابل الاوبريشنز، وليه البيم بوك 8 مش مجرد ابديت، دور البي ام اي وليه شهادة البي ام بي قوية عالميا، شكل الامتحان 25-26، وازاي تفكر جوه الامتحان مش بس تجاوب. خليك فاكر الجملة دي طول الكورس. البي ام بي is not about doing things right, it's about doing the right things for value. لو الجملة دي دخلت دماغك نص طريق النجاح في البي ام بي اكزام بقى وراك. يلا نبدأ ونشوف يعني ايه بروجكت من منظور بيم بوك 8. الليرنينج اوبجكتيفز. خلينا في الأول نفهم إن إحنا هنطلع بإيه من سيشن 1 دي. السلايد دي مش مجرد عناوين، دي خريطة التفكير اللي البي ام اي عايزة تشوفها في دماغك وأنت داخل امتحان الام بي. أول حاجة البروجكت مقابل الأوبريشنز، ودي أول حاجة نتعلمها هي الفرق الحقيقي بين المشروع وبين الأوبريشنز. مش الفرق التقليدي بتاع ده مؤقت وده مستمر، لا. في بين بوك 8 الفرق الأساسي هو الفاليو كرييشن. يعني لو في تشينج وفي انسرتينتي وفي ستيك هولدرز وفي فاليو، ساعتها البي ام اي بتقول لك فكر بعقلية البروجكت مانجر حتى لو الحاجة شكلها اوبريشن. وده مهم جدا في الامتحان لأن أسئلة كتير بتيجي اوبريشنال في الشكل بس بروجكت في الجوهر. تاني حاجة البيم بوك 8 بارادايم شيفت، وده تاني اوبجيكتيف، هو انك تفهم ليه البيم بوك 8 مش مجرد ابديت ومش تغيير شكل ومش تغيير تيرمز، ده تغيير طريقة تفكير كاملة، بارادايم شيفت. قبل كده كان بروسيسز واي تي تي اوز وفولو ذا ستيبس، دلوقتي برنسبلز وكونتكست وجادجمنت وفاليو فيرست. الامتحان مش هيقيس انت حافظ ايه لكن هيقيس بتفكر ازاي. البي ام بي استراتيجيك فاليو، وهنا بقى هنفهم ليه شهادة البي ام بي ليها وزن. البي ام بي مش سوفت وير سيرتيفيكت ولا ميثودولوجي لايسنس، هي بروف او اثبات انك بتعرف تاخد قرارات وتتعامل مع امبيجيتي او غموض وتوازن بين الستيك هولدرز، وكل ده تحت مظله البروجكت مانجمنت انستيتيوت. وده السبب ان البي ام بي معترف بيها عالميا. الاكزام ريدنس، السيشن دي كمان هتجهزك ذهنيا للامتحان. هتفهم شكل الامتحان وعدد الأسئلة والدومينز ونوع التفكير المطلوب في امتحان 2025-2026، علشان ما تدخلش الامتحان بعقلية أنا حافظ كويس لكن تدخل بعقلية أنا فاهم البي ام اي بتفكر إزاي. بعد كده الجيرني فيجواليزيشن، هتشوف رحلتك كاملة من دلوقتي لحد ما تمسك شهادة البي ام بي فاونديشن، برنسبلز، ابلكيشن، والاكزام ريدنس، عشان ما تحسش انك تايه او بتذاكر من غير اتجاه. الفاليو دريفن مايند سيت، وده اهم اوبجيكتيف في السلايد دي كلها، انك تبدا تفكر فاليو دريفن مش دوكيومنت دريفن. يعني ما تسالش اعمل دوكيومنت ايه، اسال اعمل ايه يزود الفاليو. وده المفتاح الذهبي في امتحان البي ام بي. خليك فاكر ان كل امتحان او كل سؤال في امتحان البي ام بي هو في الاخر بيدور او جواه فاليو. لو عرفت تجاوب على سؤال ايه الفاليو اللي جوه السؤال ده where is the value، فغالبا انت اخترت الاجابه الصحيحه. What is the project? The PMI definition. خلينا نبدأ من أهم تعريف في الكورس كله، هو تعريف البروجكت. ليه بقول أهم تعريف؟ لأن كل سؤال في البي ام بي اكزام وكل برنسبل في البيم بوك 8 وكل قرار هتاخده كبروجكت مانجر راجع للتعريف ده. تعريف البي ام اي للمشروع بيقول إن البروجكت is a temporary effort undertaken to create a unique product, service or result. تعريف شكله بسيط بس في الحقيقة وراه تفكير عميق جدا. البيم بوك 8 مش عايزك تحفظ الجملة، عايزك تفهم معناها. تعالوا نفكها واحدة واحدة. temporary، أول كلمة مش معناها مشروع صغير أو مشروع سريع، لا، معناها ليه start date وليه end date. لو حتى المشروع قعد 10 سنين فهو حاجة مؤقتة، ليه بداية وليه نهاية.
طول ما له نهاية يبقى temporary أو مؤقت. في الامتحان لو الحاجة مستمرة بدون نهاية غالبا دي operations مش project. unique output. تاني نقطة، يونيك مش معناها حاجة عمرها ما حصلت في الدنيا. يونيك معناها حاجة مش متكررة بنفس الشكل حتى لو شبيهة بحاجات قبلها. زي لو بنينا عمارة رقم 10 ده مشروع، بنينا عمارة رقم 11 ده برضو مشروع. ليه؟ المكان مختلف، الناس مختلفة، الظروف مختلفة، الاوتبوت مختلف. تاني حاجة progressive elaboration، ودي تالت نقطة مهمة جدا. دي من الكلمات اللي بتيجي كتير في الامتحان، معناها إن المشروع مش بيبدأ بكل التفاصيل. التفاصيل بتظهر ستيب باي ستيب. كل ما نفهم أكتر نخطط أدق. وده سبب إن التشينج مش دايما حاجة وحشة. التشينج أحيانا دليل إننا بنتعلم. البيمبوك 8 بيشجع الليرنينج والأدابتيشن مش العناد في الخطة. بعد كده كرييت فاليو، ودي أهم نقطة. آخر وأهم نقطة، ودي قلب بيمبوك 8 كله. البروجكت مش هدفه نخلص تاسك ولا نطلع بدوكيومنتس. هدفه انك تديليفر فاليو تو ستيك هولدرز، تسلم فاليو. الفاليو ممكن يكون فلوس ROI، او وقت اقل، او جودة اعلى، او رضا العملاء، او تقليل الريسك. في الامتحان لو المشروع خلص اون تايم واون بادجت بس ما حققش فاليو، في منطق البي ام اي ده مش سكسس او مش نجاح حقيقي. الخلاصة الذهنية أو المنتال موديل إنك لو شفت أي سيناريو في الامتحان اسأل نفسك 4 أسئلة. هل temporary؟ هل unique؟ هل بيتطور مع الوقت اللي هو progressive elaborated؟ وهل بيخلق value؟ لو الإجابة فكر بعقلية البروجكت مانجر. خليك فاكر إن البروجكت ما بيتعرفش بالخطة، البروجكت بيتعرف بالقيمة اللي بيخلقها. الجملة دي لو فهمتها صح هتسهل عليك نص أسئلة الامتحان. Operations the ongoing business engine. بعد ما فهمنا يعني ايه بروجكت لازم نفهم الطرف الثاني من المعادلة وهو الاوبريشنز، لان من اكتر الاخطاء الشائعة في امتحان البي ام بي انك تخلط بين الاثنين. ايه هي characteristics of operation؟ الاوبريشنز بتمثل شغل الشركة اليومي اللي بيخلي البيزنس شغال. خلينا نفهم خصائصها واحدة واحدة. اول حاجة ongoing، ودي اول صفة، يعني مفيش end date، الشغل مستمر as long as the organization exists. طول ما المؤسسة موجودة فالشغل موجود. مثال تشغيل مصنع، خدمة عملاء يومية، محاسبة الرواتب، طول ما فيش نهاية محددة. ده اسمها operations. repetitive، تاني صفر، يعني نفس البروسيس بتتكرر بنفس الطريقة يوم ورا يوم. في الاوبريشنز الهدف مش الابتكار، الهدف الاستقرار والثبات. sustaining focus، ودي تالت نقطة. الاوبريشنز هدفها تحافظ على الوضع الحالي، تشغل البيزنس، تحافظ على الريفينيو ستريمز، يعني مش جاية تغير، جاية تستمر. الافشنسي دريفن، ودي اخر نقطة. الاوبريشنز دايما بتسأل ازاي اقلل الكوست، ازاي ازود الثرو اوت او المخرجات، ازاي اشتغل اسرع وارخص. وده فرق مهم جدا بينها وبين البروجكتس اللي بتركز اكتر على التشينج والفاليو كريشن. طيب هو when operations become project؟ هنا النقطة الذكية في البيمبوك 8. بيمبوك 8 البي ام اي بيقول لك ان الخط الفاصل بين البروجكت والاوبريشنز مش دايما واضح. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن حاجة تبدأ اوبريشنز وبسبب تشينج او امبروفمنت تتحول لبروجكت. مثال لو عندك كاستمر سيرفيس شغال عادي ده اوبريشنز، لكن قررت تدخل نيو كاستمر سيرفيس سيستم او اي اي شات بوت وتغير هنا او تغير طريقه الشغل بالكامل. هنا ايه اللي حصل؟ تشينج، temporary effort، unique deliverable، وستيك هولدرز وفاليو، كده اتحولت لبروجكت. طيب البين بوك 8 انسايد بقى، خلي بالك من الجمله دي اللي مكتوبه في الازرق. what matters is playing the right thinking for the situation at hand. يعني ايه؟ البي ام اي مش فارق مع الاسم ولا انت مسميها بروجكت ولا اوبريشن، اللي يهمه طريقة التفكير الصحيحة. في الامتحان لو في ترانسفورميشن، ستيك هولدرز، انسرتينتي، فاليو، فكر بعقلية البروجكت مانجر حتى لو الحاجة شكلها اوبريشن. بي ام بي اكزام تيب، لو جالك سؤال واحترت ده بروجكت ولا اوبريشن اسأل نفسك is this sustaining the business or changing the business؟
sustaining يبقى operation، changing يبقى project. خلي الجملة دي في دماغك إن الأوبريشن بتخلي البيزنس مستمر، إنما البروجكت هو تغيير في البيزنس أو بتغير البيزنس. لو فهمت الجملة دي صح، الأوبريشن keep the business running، البروجكت change the business. لو فهمت الجملة دي صح هتجاوب صح على أسئلة كتير في البي ام بي exam. The critical mindset shift in بيم 8. السلايد دي من أهم السلايدز في الكورس كله. لو فهمتها صح تفكيرك في الامتحان كله هيختلف. خليني أقولها بصراحة، بيم 8 مش بيعلمك بروجكت مانجمنت، بيعلمك تفكر إزاي كبروجكت مانجر. طيب التفكير القديم، الأولد كويستشن، قبل كده السؤال اللي كان دايما في دماغ الناس is this a project or not؟ يعني هل الحاجة temporary؟ هل يونيك؟ هل تنطبق عليها التعريفات ولا لا؟ وكان التركيز كله على الكلاسيفيكيشن، نصنف الحاجة وبس. ده تفكير اولد سكول ومش كفاية في عالم المشاريع دلوقتي. البين بوك 8 دلوقتي او البين بوك 8 كويستشن او التفكير الجديد دلوقتي السؤال اتغير تماما. بقى ايه؟ does this initiative create value for stakeholders؟ وده فرق ضخم جدا. بين بوك 8 بيقول لك لو في change uncertainty stakeholders value يبقى استخدم البروجكت مانجمنت ثينكينج حتى لو الحاجه شكلها اوبريشنال من بره. طب ليه ده تغيير كبير؟ لان كده البروجكت مانجمنت بقت value creation profession، مش مجرد processes وتمبلتس، مش مجرد plans ودوكيومنتس. في البيزنس الحقيقي اللي يهم مش انك مشيت على الخطه، اللي يهم انك حققت قيمه، وده اللي البي ام اي بتقيسه في الامتحان. في اكزام كريتيكال لوجيك حاجه مهمه جدا، خليك مركز في الحته دي. في الامتحان لو السيناريو فيه ترانسفورميشن، مالتيبل ستيك هولدرز، استراتيجيك الاينمنت، هاي امباكت ديسيشن، حتى لو روتين اوبريشنال اون جوينج، الامتحان مستني منك تفكير بروجكت مانجر، مش سوبرفايزر، مش ادمنستريتور، لكن فاليو انتجريتور. مثال، لو الشركه بتشغل نظام قديم اوبريشنز وقررت تغير النظام علشان تزود الكاستمر ساتسفاكشن، ده مش مجرد تحسين بسيط، ده بروجكت ثينكينج سيناريو. الإجابة الصح في الامتحان ستيك هولدر انجيجمنت، فاليو اسسمنت، ادابتيف ابروتش، مش فولو اكزيستنج الاس او بي وخلاص. احفظ الجملة دي كويس. البين بوك 8 does not ask what is this، it asks what value does this create. لو مشيت بالمنطق ده هتعدي أسئلة كتير في امتحان البي ام بي. Why بين بوك 8 is a paradigm shift؟ السلايد دي بتجاوب على سؤال مهم جدا، ليه بين بوك 8 مش مجرد ابديت؟ ليه ده بارادايم شيفت؟ الإجابة ببساطة لأن طريقة التفكير نفسها اتغيرت. في الأولد ثينكينج قبل البين بوك 7 خلينا نشوف كنا بنفكر ازاي زمان. البروسيس فيرست، كنا بنبدأ دايما بالسؤال أطبق أنهي بروسيس، وبعد كده نفكر في الكونتكست والسيتويشن والبيبل، يعني العملية قبل الإنسان وقبل القيمة. الاي تي تي او ميمورايزيشن، النجاح كان معناه انك تبقى حافظ الانبوت، حافظ التولز، حافظ الاوتبوت، وده خلى ناس كتير تنجح في الامتحان بس تفشل في الواقع العملي. البريدكتيف بايس، كان الافتراض الووتر فيل هو الاساس والاجايل البديل، وده مش واقعي في عالم فيه الانسرتينتي والرابيد تشينج. فولو ذا ستيبس، المهم نمشي على المنهج حتى لو النتيجه ضعيفه، يعني الميثودولوجي اهم من الاوتكم. ادمنستريتور رول، دور البروجكت مانجر كان كنترولر، دوكيومنتر، ابروفال تشيزر، مش قائد، مش صانع قرار. طيب التفكير الجديد في بين بوك 8 ثينكينج، الصوره اتقلبت، بقى فاليو فيرست. اول سؤال تساله ايه القيمه اللي هتتخلق، مش هعمل دوكيومنت ايه. كونتكست دريفن، مفيش سوليوشن واحد تنفع لكل الحالات. السيتويشن هي اللي بتحدد اجايل ولا بريدكتيف ولا هايبر. البرنسبل زائد الدومين، بدل ما تحفظ بروسيس تفهم البرنسبلز وتطبقها حسب الكونتكست، وده اللي الامتحان بيقيسه. ادابتيف باي ديفولت، الاجايل مش ترند، البريدكتيف مش اولد، كلهم تولز، والبروجكت مانجر الشاطر هو اللي بيختار الصح. فاليو انتجريتور، دور البروجكت مانجر اتغير، استراتيجيك ليدر وديسيشن ميكر، وانتجريتس فاليو اكروس الستيك هولدر، مش مجرد شخص بيمشي الشغل. طب ليه ده مهم في الامتحان؟ لأن الامتحان مش بيسألك تعرف إيه، بيسألك هتعمل إيه وليه. والإجابة الصحيحة دايما بتحتوي على value, people, context, judgment،
مش template وبروسيس واي تي تي او. خلي الجملة دي في دماغك على طول. الأولد بين بوك asked how do I follow the process. البين بوك القديم كان بيسأل إزاي أنا هتبع هذه البروسيس أو العملية. البين بوك 8 بقى بيسأل بيقول إيه how do I deliver value. إزاي أنا هسلم الفاليو. لو فهمت التحول ده أنت جاهز تعدي الجزء الأصعب في امتحان البي ام بي. What fundamentally changed in بين بوك 8. السلايد دي بتلخص الفرق الجوهري مش الفرق الشكلي بين الأولد بين بوك وبين بوك 8. يعني لو حد سألك إيه اللي اتغير بجد فالسلايد دي هي الإجابة. الأسبكت أول حاجة هنتكلم عليها البرايمري فوكس. في الأولد بين بوك أو زمان التركيز كان على الديليفرابلز والأوتبوت، يعني المهم نطلع حاجة وخلاص. دلوقتي في بين بوك 8 التركيز على الفاليو أوتكمز والبنفيتس، يعني الحاجة اللي طلعت عملت إيه فعلا. طيب تاني اسبكت الكنترول امفاسايز. قبل كده كان الكنترول بيؤكد او بيلزم بالبروسيس كومبلينس والدوكيومنتيشن والابروف. دلوقتي الكنترول هو الديسيشن كواليتي والستيك هولد ساتسفاكشن، يعني مش انك مشيت على الاجراء ولا لا، لكن خدت القرار الصح ولا لا. الاسبكت اللي بعد كده البروجكت مانجر رول ديفينيشن. زمان كان البروجكت مانجر عباره عن ادمنستريتور وبروسيس فولور. دلوقتي البروجكت مانجر هو فاليو انتجريتور واستراتيجيك بارتنر، يعني بيفهم في استراتيجي وبيوزن قرارات وبيوازن بين الستيك هولدرز. وده مهم جدا في الامتحان. الاجابه الصح غالبا بتختار الليدرشيب مش البيبر وورك. طيب الاسبكت اللي بعد كده السكسس ميجرمنت. زمان كنا بنقيس النجاح بين المشروع خلص اون تايم او اون بادجت او اون سكوب، وده لسه مهم الحقيقه بس مش كفايه. دلوقتي عندنا benefit realization و value delivery، يعني لو المشروع خلص بيرفكت بس ما عملش امباكت فده فيلير في منطق البين بوك 8. الاسبكت بعد كده الميثودولوجي ستانس. قبل كده كان الزامي او بريسكريبتيف انك follow the process تتبع العمليات. دلوقتي descriptive يعني apply these principles، يعني مفيش روشتة واحدة، في الكونتكست هو اللي بيحكم. عندنا في الليرنينج ابروتش زمان كان ميمورايز الاي تي تي اوز، دلوقتي understand the principles read the context. وده السبب ان حفظك مش كفايه، لازم تفكيرك يتغير. اهم حته الكريتيكال اندرستاندينج. الجمله اللي تحت في السلايد هي البين بوك 8 treats البروجكت مانجمنت as a profession not a checklist. ودي حاجه مهمه جدا. الامتحان مش بيقيس حفظ، بيقيس البروفيشنال جادجمنت. لو بتفكر اعمل ايه كبروجكت مانجر شاطر انت على الطريق الصحيح. خلي الجمله دي معاك دايما. Passing ال PMP is not about knowing more, it's about thinking better. التفكير هو اهم حاجه كبروجكت مانجر. لو فهمت التحول ده انت بقيت داخل الامتحان بعقليه البروجكت مانجر بروفيشنال مش ستودنت. The Project Management Institute. الكلام ده مهم علشان تفهم مين ورا كل اللي بنذاكره. احنا مش بنتعامل مع كتاب وخلاص، احنا بنتعامل مع مؤسسة عالمية اسمها Project Management Institute واختصارها PMI. PMI هي Global Authority في مجال البروجكت مانجمنت. طب مين هي PMI؟ PMI اتأسست سنة 1969، ومن وقتها وهي بتكبر لحد ما بقت بتمثل ملايين المحترفين في كل الصناعات وفي كل دول العالم تقريبا. يعني لما تاخد PMP انت مش بتاخد شهادة محلية، انت بتاخد شهادة معترف بيها عالميا. طيب define البروفيشنال ستاندردز. اول دور PMI هو انها بتديفاين البروفيشنال ستاندردز او بتحدد المعايير المهنية. يعني ايه؟ يعني PMI هي اللي بتعمل البيم بوك جايد والاجايل براكتس جايد ومعايير تانية كتير. المعايير دي مش روشتات دي ولا خطوات تمشي عليها بالحرف، دي فريم ورك بتوجه التفكير، وده متماشي تماما مع فلسفة البين بوك 8. كمان maintains البي ام بي credential، ده تاني دور مهم. البي ام اي هي المسؤولة عن تصميم شهادة البي ام بي وتحديثها والتأكد انها relevant وريجرس والايند مع الواقع. يعني الامتحان مش ثابت ومش قديم، بيتحدث بناء على الريال بروجكتس الحقيقية. كمان بتعمل ابديت لاكزام لوجيك، ودي نقطة خطيرة في الفهم. البي ام اي بتعمل رول ديلانيشن ستاديز وبراكتيشنر سيرفيز، يعني بتسأل البروجكت مانجر شغالين فعلا بيواجهوا ايه وبياخدوا قرارات ازاي
وبناء على ايه، وبتحدد الاكزام لوجيك. علشان كده الامتحان مش نظري ومش اكاديمي، لكنه سيتويشنال وبراكتيكال. خلي بالك من النقطة دي، إن البي ام اي مش بتختبر معلوماتك النظرية ولا حفظك. بي ام اي بتختبر البروفيشنال كومبتنسي والجادجمنت والديسيشن ميكنج، وده سبب إن إجابة صح تقنيا ممكن تكون غلط امتحانيا لو ما حققتش الفاليو أو تجاهلت البيبل. خلي الجملة دي في دماغك، إن البي ام اي does not certify knowledge, it certifies the professional judgment. لو دخلت الامتحان وانت فاهم الدور ده، هتفهم ليه الأسئلة بتيجي بالطريقة دي. Why PMP certification matters. A reality check. السلايد دي مهمة جدا عشان نظبط التوقعات. في ناس كتير داخلة البي ام بي وهي فاكرة حاجات غلط، والغلط ده ممكن يضيع مجهود كبير. خلينا نكون واضحين من الأول. What PMP is not. PMP is not a software certificate. أول حاجة، PMP مش شهادة سوفت وير، يعني مش اكسل ومش مايكروسوفت بروجكت ومش بريميفيرا ومش جيفيرا ومش جيرا. الامتحان يعني مش هيسألك هتستخدم انهي تول، لكن هيسألك هتاخد قرار ازاي. البي ام بي is not a methodology license. بي ام بي كمان مش رخصة اجايل ولا رخصة ووتر فيل، مش بيقيدك تستخدم الاجايل ولا البريدكتيف ولا الهايبريد. بين بوك 8 بيقول لك كلهم فاليد، والكونتكست هو اللي بيحدد. بي ام بي is not a beginner course، ودي نقطة ناس كتير بتتفاجئ بيها. بي ام بي مش للمبتدئين، مش أول شهادة في حياتك. الامتحان بيفترض إن أنت عندك experience أو خبرة، وبيختبر البروفيشنال ليفل ديسيشن تحت الانسرتينتي. What PMP really is. دلوقتي نخش على الحقيقة. هي إيه؟ البي ام بي هي إيه؟ هي proof of decision making competence. يعني هي بروف أو دليل إنك بتعرف تاخد قرارات، مش قرارات سهلة، لكن قرارات فيها ضغط وكونفليكتس وستيك هولدرز وريسك، وده جوهر الامتحان. هي كمان validation of situational judgment. بتثبت إنك بتفهم السيناريو وبتقرا الكونتكست وبتوازن بين اختيارات كلها شبه بعض، وده سبب إن 4 إجابات يبانوا صح وإجابة واحدة بس هي البيست أنسر. كمان هي كارير اكسلريتور، ودي الواقعية. بتفتح أبواب، بتزود فرص سينيور رولز معترف بيها عالميا. بس خلي بالك، الشهادة لوحدها مش سحر، القيمة في طريقة تفكيرك اللي اتغيرت. بيمبوك 8 ريليتي، يعني اقرا الجملة دي كويس. The PMP exam tests how you think, not what you memorize. مش انت حافظ ايه، ولا انت ايه اللي في دماغك، لكن بتفكر ازاي. يعني الحفظ مش هيعديك، كثرة الكورسات مش كفاية، اللي هيعديك الجادجمنت، الفاليو ثينكينج، البيبل اويرنس، الكونتكست اويرنس. خلي الجملة دي معاك طول الكورس. البي ام بي مش هتخليك مدير مشروع، لكن هي بتثبت انك بتفكر زي مدير المشروع. لو دخلت الكورس بالمنطق ده، انت ماشي صح من اول سيشن. البي ام بي eligibility requirements. في سؤال دايما بيتكرر، انا ينفع اقدم بي ام بي ولا لا؟ الاجابه من البي ام اي واضحه جدا، وفي مسارين للتقديم. البي ام اي بتقول لك مش مهم انت معاك شهاده جامعيه ولا لا، المهم خبرتك الحقيقيه في البروجكت مانجمنت. اوبشن واحد ان انت يكون معاك بكالوريوس او درجه في البكالوريوس، ولو معاك الباتشلر ديجري فانت محتاج 36 شهر خبره بروجكت مانجمنت غير متداخلين، و35 ساعة تعليم رسمي في البروجكت مانجمنت أو واخد كورس 35 ساعة خبرة في الليدنج تيمز، دايركتنج بروجكت، مانجنج ستيك هولدر. ومش مجرد اشتغلت في مشروع، لازم تكون قمت بعملية قيادة لهذا المشروع أو جزء واضح منه. أوبشن 2، لو أنت مش معاك شهادة جامعية، 60 شهر خبرة في البروجكت مانجمنت برضو، ويكونوا غير متداخلين، و35 ساعة تعليم رسمي، وعندك خبرة في قيادة مشاريع لمدة حوالي 5 سنين. يعني البي ام اي بتعوض غياب الشهادة بخبرة أطول. البي ام اي مش بتقبل ان انت كنت عضو في الفريق او كنت بتنفذ تاسك. البي ام اي عايزة decision making, stakeholder management, leadership, working under uncertainty و delivering value. يعني participation مش project management experience. و35 ساعة، 35 contact hours معناها ايه؟ معناها انك مش لازم من جامعة، ينفع من PMI authorized training partner، اي سنتر بيدي الكورس ويكون معتمد من البي ام اي. تمام؟
أو امبلوير تريننج أو أونلاين بروجرام، والكورس اللي أنت فيه بيوفر ال 35 ساعة يكون معتمد من البي ام اي. طيب اكزام اند ابلكيشن مايند سيت، خلي بالك ان البي ام اي لما بتراجع الابلكيشن بتدور على بروفيشنال بروجكت مانجمنت لانجوج، مش تايتلز، مش مسميات وظيفيه. يعني لو انت شغال انجينير بس بتقود مشاريع تقدر تقدم عادي. افتكر دايما ان البي ام اي مش مهتمه بالمسمى الوظيفي بتاعك، لكن هي مهتمه بان انت قمت بقياده المشروع ولا لا، لو خبرتك حقيقيه. PMP exam structure what to expect. السلايد دي مهمة علشان تشيل رهبة الامتحان. أكتر حاجة بتقلق الناس مش المحتوى لكن شكل الامتحان نفسه. خلينا نفهمه بهدوء. الإكزام فورمات بيزك. أول حاجة لازم تعرفها إن الامتحان 180 كويشن. الأسئلة مش كلها اختيار من متعدد تقليدي، لكن مزيج من المالتيبل تشويس والمالتيبل ريسبونس وسيتويشنال كويشنز. يعني مش سؤال تعريف لكن سيناريو، وأنت مطلوب منك تختار البيست أنسر. الامتحان وقته الكلي بتاعه 230 دقيقة، يعني أقل شوية من 4 ساعات، وده وقت كافي جدا لو أنت بتفهم السؤال ومش بتدخل في الأوفر ثينكينج. في 2 بريكس عندك، 2 بريك أوبشنال، كل بريك حوالي 10 دقايق، حاول تستغلهم. افصل، اشرب مية، رجع تركيزك. الامتحان محتاج يعني منتال ستيمينا، يعني تتحكم في مشاعرك وفي عقلك. الدومين ديستريبيوشن، الكرنت اي سي او. الدايره اللي في السلايد دي بتقول لك الامتحان بيركز على ايه فعلا. البيبول 42%، وده البيبول دومين بيركز على الليدرشيب والتيم بيلدينج والكونفليكت مانجمنت والستيك هولدر انجيجمنت. يعني لو بتفكر بعقليه انا مدير واوامر غالبا هتغلط. البي ام اي عايزه كولابريشن، تعاون، والسيرفنت ليدرشيب اللي هو القياده الخادمه، والايموشنال انتليجنس الذكاء العاطفي. البروسيس 50%، وده اكبر جزء في الامتحان. بس خد بالك ان البروسيس هنا مش الاي تي تي اوز او الانبوتس والتولز والتكنيكس والاوتبوت. البروسيس يعني بلاننج، ريسك، سكيدول، كواليتي، بريكيورمنت. لكن دايما في كونتكست وفي سيناريو وفي بيبول. في البيزنس انفايرمنت 8%، نسبه صغيره بس اسئلتها مؤثره جدا. بتركز على الاستراتيجيك الاينمنت والبينفيتس ريلايزيشن والاورجانيزيشنال تشينج، وده مرتبط بشكل قوي بالبين بوك 8. طب البين بوك 8 امباكت، وده حاجه مهمه جدا. الامتحان بيعكس مبادئ البين بوك 8، خاصه اللي فيه البيبول والبزنس انفايرمنت كويشنز، يعني الفاليو دريفن ثينكينج والستيك هولدرز والبنفيتس والايثكس والبروفيشنال جادجمنت، دول حاضرين بقوه. طيب ايه هي الاكزام استراتيجي مايند سيت؟ احب اقول لك الحقيقه بصراحه، البي ام بي اكزام مش امتحان سرعه، هو امتحان تفكير وتركيز وقرارات متزنه. لو كل سؤال سالت نفسك فين الفاليو، مين الستيك هولدرز، ايه القرار المهني الصح، انت كده ماشي بشكل صحيح. خلي الجمله دي معاك وانت داخل الامتحان. البي ام بي مش انك تجاوب بسرعه، البي ام بي انك تجاوب بحكمه. لو التزمت بالمنطق ده هتدخل الامتحان وانت ثابت وواثق. Understanding the 3 PMP domains. السلايد دي مهمة جدا عشان نفهم الامتحان متقسم ازاي. مش بس متقسم، لكن ال PMI بتركز على ايه في طريقة التفكير. الامتحان مبني على 3 دومينز، ال people والبروسيس والبزنس environment، وكل دومين ليه وزن مختلف وطريقة تفكير مختلف. ال people domain 42% من الامتحان. خلينا نبدأ بيه، وده تقريبا نص الامتحان. كور فوكس بيركز على ايه؟ بيركز على الليدنج تيمز والمانجنج كونفليكت والانجيجنج الستيك هولدرز وبيلدينج الهاي بيرفورمانس تيم. يعني مش تكنيكال بس لكن هيومن سكيلز. الكي سكيلز تيست بقى هنا ايه؟ في الامتحان البي ام اي بيختبر السيرفنت ليدرشيب والايموشنال انتليجنس والتيم فورميشن والامباورمنت والستيك هولدر انجيجمنت والكوميونيكيشن استراتيجيز والكونفليكت ريزوليوشن اند نيجوشيشن. في معظم الأسئلة الإجابة الصح بتميل للكولابوريشن والكوتشنج، مش الكوماند أند كنترول. الخلاصة إن البين بوك 8 بيقول لك بوضوح إن البيبول سكيلز درايف البروجكت سكسس، يعني المهارات اللي عند الناس بتقود نجاح المشروع. لو الفريق مش شغال مفيش بروسيس هينجح في المشروع، وبالتالي المشروع مش هينجح. بعد كده البروسيس دومين 50% من الامتحان، وده أكبر دومين في الامتحان. طب الكور فوكس بيركز على ايه؟
planning execution monitoring adaptation. بس خد بالك البروسيس هنا مش inputs وتولز وتكنيكس outputs. طيب ايه الكي سكيلز تيستد؟ البي ام اي بتختبر الانتجريتنج بريدكتيف اجايل هايبريد والبلاننج مع المرونه والمانجنج والسكوب والسكيدول والكوست والكواليتي والريسك والبروكيورمنت والريسورسز والميجرنج بروجرس والادابتنج تو تشينج. يعني مش تمشي الخطه بالعافيه، لكن توازن بين السيرتينتي والفلكسبيليتي. السلايد بتقول ان this is where بينبوك 8 principles meet البراكتيكال ديليفري. يعني البرنسبلز من ناحيه والاكسكيوشن من ناحيه، والبروجكت مانجر الشاطر هو اللي بيربط بينهم. البيزنس انفايرمنت دومين 8% من الامتحان، وده اصغر دومين في النسب بس تقيل في المعنى. الكور فوكس الاستراتيجيك الاينمنت والبينيفيتس ريلايزيشن والاورجانيزيشنال كونتكست. يعني المشروع مش في فراغ، ده جزء من اورجانيزيشن كبيره. الكي سكيلز تيستد هنا البي ام اي بتختبر الالايننج بروجكت وذ استراتيجي والجفرنس اند كومبلينس والاندرستاندينج اكسترنال فاكتورز وسبورتنج اورجانيزيشنال تشينج وميجرنج فاليو اند بنفيتس ونافيجيتنج الاورجانيزيشنال كلتشر اند بوليتكس. اسئله البيزنس انفايرمنت غالبا بتبقى زي حاجات زي should we continue the project، نكمل المشروع ولا لا، is this aligned with the strategy، هل ده متطابق مع الاستراتيجيه، و what creates value، ايه اللي بيخلق لنا value هنا. رغم ان النسبه 8% بس، لكن ده اكتر دومين بيعكس البينبوك 8 استراتيجي ثينكينج. طيب الاكزام مايند سيت سمري، خلي التقسيمه دي في دماغك وانت بتحل. البيبل how do I lead، how do I lead. البروسيس how do I deliver. البيزنس environment why does this matter. لو جاوبت الثلاثه غالبا اخترت الاجابه صح. تاني البيبل اقود الناس ازاي، البروسيس اسلم ازاي، البيزنس انفايرمنت ليه دي مهمه. اجاوب على الثلاثه دول قبل ما اختار، غالبا هتكون الاجابه صح لو جاوبت على الثلاثه. افتكر دايما ان البي ام بي مش امتحان واحد، البي ام بي 3 مايند سيت كومبايند بيتركبوا مع بعض في قرار واحد. لو فهمت الدومينز بالطريقه دي انت كده جاهز تدخل على الجزء اللي بعده بثقه. The value first mindset الكور اوف بينبوك 8. هنا لو عايز تفهم الإصدار ده بسرعة ركز في السؤال ده. What value does this create for stakeholders؟ ده مش كلام نظري. إيه الفاليو اللي بيخلقها للستيك هولدرز؟ ده تغيير جذري في طريقة التفكير اللي البي ام اي بتختبرك فيها في الامتحان. السؤال what value first really means؟ value first معناها إن كل decision وكل activity وكل deliverable لازم يتقيم من زاوية الستيك هولدر بنفيت. مش كفاية نخلص تاسك اون تايم أو نمشي على بلان بالحرف، لازم نسأل التاسك دي عملت فاليو حقيقي ولا لأ. الفاليو مش واحد لكل الناس، خلي بالك الفاليو نسبي. يعني في كاستمر يوزابيليتي أو ساتسفاكشن، الار او اي بتاع السبونسر، اليوزر محتاج تايم سيفنج، الاورجنايزيشن بيدور على استراتيجيك الاينمنت، ودور البروجكت مانجر بروفيشنال في البينبوك 8 يدمج التعريفات المختلفة دي كلها للقيمة ويوازن بينها في القرار. طيب لما نشوف ازاي ده بيبان عمليا بقى في البراكتيكال امبليكيشن، وهنا الكلام ده مهم علشان يربط الفكر بالتطبيق. يعني أول حاجة prioritization الديسيشن، في ترتيب الشغل ما تختارش الأسهل، اختار الأعلى قيمة. في الامتحان الإجابة اللي بتبدأ بالديليفر هايست فاليو غالبا هي الصح. change requests التغيير مش بيتقاس بانه هيبوظ الخطه ولا لا، لكن هيزود الفاليو ولا لا. بينبوك 8 مش ضد التغيير، هو ضد التغيير اللي بلا قيمه. السكسس ميجرمنت النجاح مش بروجكت كومبليتد، النجاح benefits realized وفاليو delivered، ودي من اكتر الافكار اللي بتيجي في اسئله الامتحان. الستيك هولدر انجيجمنت اداره الستيك هولدر هنا مش بس كوميونيكيشن، لكن فهم كل ستيك هولدر شايف فاليو ازاي، وده بيغير طريقه قراراتك. طيب التريد اوف ديسيشن احيانا تحافظ على بيز لاين او تحقق اوتكم احسن. بينبوك 8 بيميل دايما optimize الاوتكمز over rigid adherence، يعني ان انت تحسن او تحاول توصل على افضل مخرجات افضل من ان انت
تلتزم بالتطبيق الحرفي. الاكزام ابلكيشن ان في اي سؤال بي ام بي اعمل يعني وقف لثانيه واحده واسال نفسك which option deliver the most value to stakeholder. اي اوبشن من الاختيارات بيقدم اكتر فاليو للستيك هولدر. السؤال ده بيشيل 2 اختيارات فورا وبيقربك من البيست انسر. طيب في بيمبوك 8 خلي بالك ان انت doing the right is not enough. انك تعمل الشيء الصح مش كفايه. You must do the right things for value. لازم تعمل الشيء الصح للفاليو. لو دخلت الامتحان بالعدسه دي انت ماشي على منطق البي ام اي الصح. الدوكيومنت دريفن مقابل الفاليو دريفن a critical distinction. السلايد دي بتوضح واحدة من أخطر الفروق في امتحان البي ام بي. فرق بسيط في الشكل لكن فرق قاتل في الاختيار. الدوكيومنت دريفن مايند سيت دي الاولد سكول، وخلينا نبدأ بالتفكير القديم. في الدوكيومنت دريفن مايند سيت النجاح بيتقاس بعدد الدوكيومنت ومدى اكتمال البلان والالتزام بالحرف المكتوب. يعني الخطة بقت هدف في حد ذاتها مش وسيلة لتحقيق قيمة. طيب الكاركترستكس بتاعت التفكير القديم، الدوكيومنتيشن معمولة علشان المنهج بيطلب كده. أي تشينج يتشاف فيلير في التخطيط مش فرصة ليرنينج. البروجكت مانجر بيقضي وقت أكتر في الأبديتنج بتاعت الدوكيومنتس ووقت أقل في التيكينج يعني في الكلام مع الستيك هولدرز. الديليفرابلز متعرفة باللي مكتوب في الخطة مش باللي مطلوب دلوقتي. السكسس مشينا على الخطة حتى لو النتيجة ضعيفة. ده تفكير بيمبوك 7 وما قبل ومرفوض امتحانيا دلوقتي. بيمبوك 8 بقى الفاليو دريفن مايند سيت، وده التفكير اللي البي ام اي عايزه. ان في فاليو دريفن مايند سيت الدوكيومنتيشن موجوده لكن دورها تخدم القرار والقيمه. الخطه هنا عباره عن تول مش كونتراكت مقدس. طيب الكاركترستكس بقى تفكير البيمبوك 8 ان الدوكيومنتيشن معموله علشان ايه؟ علشان كوميونيكيشن ديسيجن ميكنج. التغيير مرحب بيه لو زود الفاليو او قلل الريسك. والبروجكت مانجر بيركز على الستيك هولدر انتر اكشن التفاعل معاهم والفاليو فاليديشن اكتر من البيبر وورك. والديليفرابلز متعرفه باللي يحقق اكبر بنفيتس. والسكسس هنا او النجاح هو الستيك هولدر نيدز ميت. يعني انت لو حققت احتياجات الستيك هولدرز او عملت الفاليو ديليفرد. طيب الاكزام رياليتي ودي حاجه مهمه جدا مكتوب ايه؟ when choosing between updating documentation and engaging stakeholders ال PMP favor stakeholder value first. يعني في الامتحان لو عندك اختيار تعمل ابديت للدوكيومنت او تعمل انجيج للستيك هولدرز لحل مشكله القيمه، غالبا الاجابه الصحيحه انك تنجيج الستيك هولدر الا لو التوثيق له فاليو مباشر. مثال لما يجي لك هيقول لك ايه في تشينج ريكوست هيأثر على السكيدول بس هيزود الكاستمر فاليو. إجابة الدوكيومنت دريفن نرفض علشان نحافظ على الخطة. إجابة بيمبوك 8 إن إحنا نقيم الإمباكت على الفاليو والستيك هولدرز ونتخذ قرار متوازن. في البيمبوك 8 الدوكيومنتس ما بتعملش سبورت. الدوكيومنتس بتسبورت النجاح لكن ما بتعرفوش. يعني الدوكيومنت حاجة موجودة لكنها مش هي اللي بتحدد النجاح. لو دخلت الامتحان بالمنطق ده فأنت هتتفادى أخطر تراب في الامتحان. سيشن سمري الفاونديشن برنسبل. السلايد دي تلخيص ذهني مش تلخيص معلومات. لو خرجت من سيشن واحد فاهم النقاط دي تبقى انت ماشي صح 100%. اول نقطه a project is about value creation ودي اهم فكره نطلع بيها. ان البروجكت هو value creation. المشروع مش documents مش process مش تشيك ليست. المشروع هو temporary efforts بيخلق unique value لستيك هولدرز. كل حاجه في البي ام بي اكزام سواء كانت برنسبلز او سيناريوز طالعه من الفكره دي. تاني نقطه البيمبوك 8 shifts from process to principles. بيمبوك 8 عمل نقله كبيره من البريسكريبتيف بروسيس لليونيفرسال برنسبلز. يعني مش بقول لك اعمل ايه خطوه بخطوه، بقول لك فكر ازاي. وده خلى البروجكت مانجمنت تكون اكثر ادابتابل واكثر ريليفنت للعالم الحقيقي. النقطه اللي بعد كده ان البي ام بي تيستس الجادجمنت اندر uncertainty ودي اخطر نقطه في الامتحان. البي ام بي اكزام مش ميموري تيست ومش ديفينيشن ومش اي تي تي اوز، هو جادجمنت تيست اندر انسرتينتي. يعني في امبيجيتي وفي conflicting priorities وفي incomplete information واللي بيتقاس هو البروفيشنال جادجمنت.
النقطة اللي بعد كده إن ال PMI aligns the exam with real world leadership من خلال الرول delineation studies والcontinuous research. ال PMI بتتأكد إن الامتحان شبه الواقع، مش نظري مش أكاديمي. الامتحان بيقيس الريال بروجكت مانجر decision مش حفظ كتاب. آخر نقطة إن this session builds your mental foundation. السيشن دي مش معلومات، دي mental reset. كل اللي جاي principles domains scenarios exam questions كلها مبنية على المايند سيت شيفت اللي أخدناه هنا. لو الأساس ده مظبوط كل السيشنز اللي جاية هتبقى أسهل، والاختيارات في الامتحان كمان هتبقى أوضح. النجاح في البي ام بي بيبدأ من أنت بتفكر إزاي، مش أنت حافظ إيه. والموضوع السيشن ده مش ان انت هتعدي الامتحان ازاي، لكن ازاي هتفكر كبروجكت مانجر محترف. الكي تيك اويز اكزام كريتيكال انسايتس. السلايدز دي مهمتها حاجه واحده بس، انها تظبط طريقه تفكيرك قبل الامتحان او كخلاصه من السيشن. لو فهمت النقاط دي كويس نص الامتحان هيبقى سهل. اول حاجه always think value first، وده اول سؤال لازم يجي في دماغك في اي بي ام بي question. which option deliver the most value to stakeholders. القيمة هنا أعلى من البروسيس وأعلى من الدوكيومنتيشن وأحيانا أعلى من الأوريجينال بلان. في بين بوك 8 الفاليو always trumps paperwork. تاني حاجة الكونتكست درايفد ديسيشنز. مفيش حاجة اسمها الإجابة الصح دايما في البروجكت مانجمنت، في حاجة اسمها البيست أنسر أوف ذيس كونتكست. علشان كده بريدكتيف اجايل هايبريد كلهم صح حسب الموقف. الامتحان بيختبر قدرتك تفهم الكونتكست كلوز مش تحفظ منهج. بعد كده ال PMP questions are situational not factual. خلي بالك مش هيقول لك عرف البروجكت ولا عدد الاي تي تي اوز، هيجيب لك سيناريو دايلاما ومالتيبل ريزونبل اوبشنز ودورك تختار الاكثر الاينمنت مع البين بوك 8 برنسبلز ومع الستيك هولدر فاليوز. بعد كده there is really a perfect answer، ودي نقطة نفسية مهمة جدا. في أغلب الأسئلة الأربع اختيارات شكلهم صح، مفيش اختيار غلط واضح. المطلوب منك مش البيرفكت سوليوشن لكن best value based decision، وده شبه الواقع. نشتغل دايما تحت الكونسترينز مش في ظروف مثالية. البين بوك 8 بيساوي how professional think. في الآخر البين بي اكزام مش نولج تيست، هو بروفيشنال مايند سيت اسسمنت. الامتحان بيشوف بتوازن اولوياتك ازاي، وبتفكر في الستيك هولدر ازاي، وبتاخد قرار ازاي مع الانكمبليت انفورميشن او المعلومات اللي ناقصه. وده كله مبني على فلسفه البي ام اي في بين بوك 8. طيب لو انت بتفكر زي البروفيشنال بروجكت مانجر يبقى الاجابه الصحيحه طبقا للبي ام بي هتظهر لوحدها. تمام. البي ام بي مش is not about choosing the right option، مش انك تختار الاوبشن الصحيح، لكن هو it's about choosing the most valuable one. دلوقتي نبدأ أهم جزء في السيشن كله، الجزء اللي بيحول الكلام من فهم إلى تفكير امتحاني حقيقي. قبل ما نحل أي سؤال خليني أقول لك حاجة مهمة جدا. الأسئلة اللي جاية مش حفظ ومش definitions ومش صح ولا غلط، دي situational scenarios زي اللي بتيجي في ال PMP exam بالظبط. الهدف من البراكتس questions ان الاسئله دي معموله علشان تختبر الجادجمنت وتختبر الفاليو فيرست ثينكينج، وتشوفك بتفكر بعقليه البروفيشنال مانجر بروجكت مانجر ولا لا، زي ما البي ام اي عايز بالظبط. طيب خلي بالك في شويه تعليمات مهمه قبل ما تشوف الاختيارات. اقرا السيناريو كويس واسال نفسك what is the real problem here، ايه المشكله. بعدين اسال السؤال الذهبي، ايه هي الفاليو او which option deliver the most value to stakeholders. ايه الفاليو المفروض تروح للستيك هولدرز هنا. ما تحاولش تدور على الاجابه المثاليه ولا الاجابه اللي ترضي الخطه، دور على البيست فاليو بيزد ديسيشن. وخلي بالك من الترابس اللي بتيجي في الامتحان. في الاسئله دي هتلاقي اكتر من اجابه شكلها صح. اختيارات بتركز على الدوكيومنتيشن والبروسيس كومبلينس والفولوينج ذا بلان، وغالبا دي مش الاجابه الصحيحه في البين بوك 8. طريقه الحل اللي هتمشي عليها معايا ومع نفسك بعد كده، لكل سؤال اقرا السيناريو، شوف الاختيارات، نستبعد التراب انسرز ونوصل للاجابه الصح ستيب باي ستيب. مش بس الاجابه ايه، لكن ليه ديت الصح وليه الباقي غلط. يعني ما تجاوبش على ان انت زي كانك طالب، لكن جاوب كانك بروجكت مانجر بروفيشنال.
PMP Exam Macro Framework How to Think. السلايد دي من أهم السلايدز في الكورس كله، لأنها بتديك طريقة تفكير ثابتة تمشي بيها على أي سؤال في امتحان ال PMP. مش موديل ومش بروسيس، دي مايند سيت عملي متوافق مع بين بوك 8 ومنطق ال PMI. الفكرة الأساسية إن أي سؤال PMP معقد اعمل بوز أو وقفه وما تردش بسرعة. امشي على الأربع خطوات دول بالترتيب. أول حاجة identify the stakeholders. دي أول خطوة. دايما مين المتأثر بالسيناريو؟ اسأل نفسك، السبونسر ولا الكاستمر ولا التيم ولا الاند يوزر ولا الاورجنايزيشن؟ ومش كل ستيك هولدر ليه نفس الوزن. الامتحان بيبقى عايز تشوف مين البرسبكتيف بتاعه أهم في اللحظة دي، ودي نقطة ناس كتير بتتلخبط فيها. تاني حاجة identify الفاليو. بعد ما عرفت الستيك هولدر اسأل السؤال الذهبي، الفاليو في الموقف ده ايه؟ What is the value for them in this situation؟ الفاليو ممكن يكون business value, risk reduction, trust, learning, customer satisfaction. الإجابة الصح غالبا اللي بيتقدم أعلى فاليو حقيقي، مش اللي بترضي الخطة أو البروسيس. تالت حاجة collaborate first. في بين بوك 8 أول رد فعل مش escalation ولا contract ولا formal action. الأولوية للcommunication and collaboration. يعني اتكلم، اعمل alignment، understand، وحل مع الناس. الامتحان دايما يفضل الانجيج والدiscuss والفاسيليتيت قبل الاسكليت وريبليس وبانش. رابع حاجة بريفنت دونت رياكت. آخر خطوة. البين بوك 8 بيحب التفكير البرو اكتف، يعني بريفنت الريسكس وادريس الروت كوزز واكت ايرلي، مش تستنى المشكلة تكبر وبعدين تطفي حرايق. في الاختيارات البرو اكتف اوبشن غالبا صح، الرياكتيف اوبشن غالبا فخ. طيب ازاي ده يساعدك في الامتحان؟ لو طبقت الاربع خطوات دي هتستبعد 2 اختيارات بسهولة، هتلاقي الإجابة الصح منطقية وهتحس إن الأسئلة بتتكلم، وده لأنك بتفكر زي البروفيشنال بروجكت مانجر مش زي طالب بيحل MCQ. قول دايما إن الستيك هولدر، بعد كده فاليو، بعد كده كولابوريشن، بعد كده بريفنشن. لو مشيت بالترتيب ده اختيارات الامتحان هتوضح ونسبة الغلط هتقل جدا. الامتحان مش it's not about you know، يعني مش انت عارف ايه. it's not about what you know، it's about how you think under pressure. بتفكر ازاي تحت ضغط. خلينا نبدأ بأول سؤال، وده سؤال كلاسيكي جدا بطريقة البي ام بوك 8 مايند سيت. نقرا السؤال بيقول what best distinguishes a project from operation؟ يعني ايه اللي بيفرق البروجكت عن الاوبريشن؟ وخلي بالك من كلمة best، يعني مش تعريف كتابي لكن أدق تمييز من منظور البي ام اي. الاختيارات A duration and defined time frame، ولا B budget and financial constraints، ولا C value creation and unique outcomes، ولا D team size and organizational structure. طيب أول حاجة إيه مش الإجابة الصحيحة. ليه؟ لأن البروجكت هو فعلا تمبراري والأوبريشن أون جوينج، لكن ده تفكير قديم البري بيم بوك 7. في البيم بوك 8 الصفة المؤقتة لوحدها مش كفاية، لأن في أوبريشنز مؤقتة وفي بروجكتس طويلة جدا. يعني الديوريشن مش بيست تنجشنج فاكتور، مش هي أكبر عامل بيميز المشروع عن الأوبريشن. طب بي ودي، البي بادجت والبروجكت ليه بادجت والاوبريشنز برضه ليها بادجت، اذا البادجت ابلايز تو بوث. الدي التيم سايز والستراكشر. التيم سايز مش معيار، ممكن بروجكت صغير وممكن اوبريشن كبير، دي عوامل اداريه مش جوهريه. يبقى هي سي هي الاجابه الصحيحه، الفاليو كرييشن اند يونيك اوتكمز، وده قلب البيم بوك 8. منطق البي ام اي هنا ان البروجكت exist to create unique value وكمان deliver new outcomes، انما الاوبريشنز sustain existing value ومينتين البيزنس as usual. يعني البروجكت هو عباره عن change زائد value creation، انما الاوبريشنز هي stability زائد value sustainment. طيب الامتحان مش بيشوفك حافظ ولا لا، بيشوفك هل بتفكر ان الفاليو فيرست لينس ولا لا، وده الفرق الاساسي بين بوك 8. طب ازاي تفكر في الامتحان؟ لو شفت سؤال البروجكت مقابل الاوبريشن، البروجكت مقابل البيزنس از يوجوال، والتمبراري مقابل الاونجوينج، اسال نفسك فورا who creates new value and who sustains it؟ مين اللي بيعمل فاليو جديده ومين اللي بيحافظ على استدامتها؟ الاجابه اللي فيها value creation وستيك هولدر بنفيتس ويونيك اوتكمز غالبا هي الصح.
في امتحان البين بوك 8 البروجكتس exist to create value. الoperations exist to sustain it. لو فهمت الجملة دي مش هتغلط في النوع ده من الأسئلة خالص. السؤال الثاني identifying the project characteristics، وده سؤال مهم جدا لأنه بيمتحنك في تمييز المشروع عن العمليات حتى لو باين اوبريشن. طيب نقرا السيناريو. A company introduces artificial intelligence capabilities into their customer support system, transforming how they handle inquiries. What is this initiative? ركز في الكلمات. عندنا هنا introduce artificial intelligence يعني AI، دي أول حاجة. تاني حاجة عندنا transforming how they handle inquiries. transforming how they handle inquiries. دي كلمات مش عشوائية. نشوف الاختيارات. أول حاجة A an operational improvement، ولا B a project requiring project management، ولا C a routine technology upgrade، ولا D an IT department responsibility. أول اختيار A غلط، مش operational improvement. ليه؟ لأن operational improvement دي عبارة عن تحسين تدريجي بدون تغيير جذري، بدون uncertainty عالي. لكن احنا هنا عندنا AI transformation، تغيير طريقة العمل نفسها، يبقى ده مش business as usual. C برضو غلط. ليه؟ لأن الروتين upgrade عبارة عن software upgrade أو patch أو minor enhancement و AI implementation، إنما ال AI implementation عبارة عن high uncertainty و new capabilities و learning curve، يعني مش روتين. طب دي غلط برضو. ليه؟ IT department responsibility ده مين ينفذ مش طبيعة العمل. ال PMI دايما بيفصل بين ال ownership وال nature of the initiative. يبقى الإجابة B هي الصحيحة، هي project requiring a project management. ليه؟ لأن السيناريو ده فيه 3 indicators واضحة جدا في البين بوك 8. أول حاجة التشينج، تغيير في طريقة العمل عشان هنا عندنا process transformation. تاني حاجة الانسرتينتي لأن ال AI تكنولوجي جديدة. unknown outcomes. تالت حاجة ال value creation لأنه بيعمل improved للcustomer experience وبيincrease الefficiency. لما الثلاثة دول يكونوا موجودين يبقى على طول project thinking applies، وده متماشي مع فلسفة البروجكت مانجمنت انستيتيوت اللي هو ال PMI. في الامتحان مش بيسأل مين بينفذ وبيسأل، لكنه بيسأل هل ده initiative بتخلق قيمة من خلال تغيير ولا لا. لو الإجابة يس يبقى ده مشروع project، لو لا يبقى مش، يبقى ده operation. لازم عشان تحفظ اعرف ان ال change زائد ال uncertainty زائد ال value بتساوي project. 3 indicators مهمين جدا، change زائد uncertainty زائد value، ده project. لو شفت الثلاثة دول في أي سؤال اختار project، حتى لو جوه operations أو تحت IT أو باين إن هو business as usual. لو السؤال قال لك transforming, introducing new capabilities, major improvement, significant impact، دي كلها project indicators في امتحان ال PMP. السؤال الثالث بيتكلم عن فهمك للتطور اللي حصل في البين بوك 8، وده سؤال بيبين طريقة تفكيرك وهل لسه بعقلية البين بوك 6 ولا فهمت بين بوك 8 فعلا. السؤال بيقول بين بوك 8 is primary shift focus from. كلمة primary مهمة جدا، يعني التحول الأساسي مش تغيير ثانوي. والاختيارات هي Agile methodologies to predictable approaches، ولا process compliance to principal application، ولا cost management to schedule management، ولا planning activities to execution activities. طبعا أول اختيار غلط. ناس كتير بتقع في الفخ ده. بين بوك 8 ما لغاش الأجايل وما رجعش البريدكتور وما فضلش واحد على التاني، بالعكس الاجايل والبريدكتيف والهايبريد all equally valid، يعني الاي ده تراب انسر. طيب بالنسبه لسي ودي برضو غلط. السي كوست تو سكيدول ده تغيير تركيز وهمي، كوست مهم والسكيدول مهم والاثنين مكملين لبعض. الدي البلاننج تو اكسكيوشن نفس الفكره، بلاننج مهم والاكسكيوشن مهم. بين بوك 8 ما لغاش ولا واحده. طب ليه بي هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة الصحيحة هي بي لأن بي process compliance to principal application، وده جوهر البين بوك 8. الفرق ببساطة إن قبل الأولد بين بوك كان follow the process و complete the documents و adhere to ال ITTOs. دلوقتي بين بوك 8
بيتكلم عن انك understand the principles و apply the contextually و use the judgment. يعني مش عملت الخطوة لكن خدت القرار الصح ولا لا. السؤال ده بيقيس هل انت بتفكر كبروفيشنال بروجكت مانجر ولا لسه بتدور على التشيك ليست زي زمان. بين بوك 8 بيسألك ليه وامتى مش بس ازاي. بيسألك ليه وامتى مش بس ايه اللي حصل. طيب البين بوك 8 tells you how to think، بيقول لك تفكر ازاي، مش not what steps to follow، مش ايه الخطوات اللي المفروض تتبعها. لو فهمت الجملة دي أي سؤال عن الايفوليوشن أو البين بوك فيرجنز أو البروسيس مقابل البرنسبلز هيتحل بسهولة. السؤال ده بيربط كل اللي أخدناه، الفاليو فيرست والكونتكست دريفن ديسيشن والبروفيشنال جادجمنت، وده بالظبط اللي البي ام اي عايزه منك في الامتحان. السؤال الرابع بيتكلم عن البي ام اي رولز اند جفرنانس، والسؤال ده مهم لانه بيقفل موضوع شائع ولبس كبير وبيحدد مين المرجعيه الوحيده في البي ام بي اكزام. السؤال بيقول Who defines the PMP exam content and ensure it remains aligned with current professional practice؟ يعني مين بيحط محتوى الامتحان وبيضمن انه مواكب الشغل الحقيقي؟ الاختيارات هل academic institutions ولا B the project management institute ولا professional project management manager through consensus ولا international standard. طبعا الإجابة بدون شك هي B البروجكت مانجمنت انستيتيوت. طبعا الاكاديميك انستتيوشنز بتدرس بتبحث لكن ما بتحطش امتحان البي ام بي لان البي ام بي مش شهاده اكاديميه. سي طبعا غلط لان البروفيشنال بروجكت مانجرز بيدوا انبوتس بيشاركوا في سيرفيز لكن مش هم اصحاب القرار النهائي. ودي برضو غلط. الانترناشونال ستاندرد زي الايزو والاذر فريم ورك البي ام اي ممكن يراجعهم لكن لا يخضع ليهم ابدا في البي ام بي اكزام. الاجابه الصحيحه هي بي لان البي ام اي هو الكيان الوحيد اللي عنده اوثوريتي وجفرنانس واونر شيب على البي ام بي اكزام. البي ام اي مش بيألف امتحان من دماغه، هو بيشتغل كده رول ديلينيشن ستاديز يعني وبراكشنال سيرفيز واكزام كونتنت اوتلاينز. يعني بيشوف البي ام البروجكت مانجرز الحقيقيين بيعملوا ايه وبعدين يمتحنك على ده. البي ام بي اكزام مش امتحان كتاب ومش امتحان نظري، هو competency based exam بيختبر الجادجمنت والديسيشن ميكنج والليدرشيب اندر uncertainty. وده ليه الامتحان بيتغير مع الزمن علشان يفضل relevant ومناسب للي بيحصل في الواقع. البي ام اي does not test theory، ما بيمتحنش النظري ولا النظريات، التست الريال بروفيشنال براكتس الاجراءات المحترفه العمليه. لو فهمت الجمله دي اي سؤال عن البي ام اي والجفرنانس والاكزام اثوريتي هيتحل بسهوله. والسؤال ده بيربط المايند سيت بالاكزام لوجيك وبيقول لك ليه البي ام بي از ريسبكتد جلوبالي، وده بيقفل لك سيشن واحد بمنطق قوي جدا. السؤال الخامس بيتكلم عن الكور اكزام فوكس، والسؤال ده من اهم الاسئله في السيشن كلها لانه لو فهمته بطريقه صحيحه طريقه مذاكرتك كلها هتتغير. السؤال بيقول What is the PMP exam primary testing؟ كلمة primary هنا معناها إيه الحاجة الأساسية مش الثانوية مش الجانبية. الاختيارات knowledge of specific project management tools ولا memorization of BIM book definition ولا C professional judgment and decision making ولا D technical software skills and certifications. طبعا A و D إجابات غلط. A عبارة عن tools والبي ام بي اكزام ما بيمتحنكش في تولز ولا ام اس بروجكتس ولا جيرا ولا بريميفيرا، يعني الادوات مش محور الامتحان. ودي سوفت وير اند سيرتيفيكيشن، الامتحان مش تكنيكال مش اي تي اكزام ومش سوفت وير تيست. بي غلط لان البيم بوك تعريفاته مهمه للفهم بس مش للحفظ. الامتحان مش ميموري تيست، مش هيقول لك عرف البروجكت وهيجيب، لكن هيجيب لك سيناريو وامبيجيتي غموض وكونفليكتنج بريوريتيز، والتعريف لوحده مش هيحل السؤال. الإجابة الصح هي سي، بيقيس البروفيشنال جادجمنت اند الديسيشن ميكنج، وده جوهر البي ام بي اكزام. لأن منطق الامتحان الحقيقي البي ام اي عايز يعرف منك هل تعرف تاخد قرار صح؟ هل تقدر توازن بين الستيك هولدرز؟ هل تقدر تتصرف تحت الانسرتينتي؟ هل تقدر تفكر الفاليو فيرست؟ مش حفظت ايه واستخدمت تولز ايه. البي ام بي اكزام هو جادجمنت تيست نوت نوليدج تيست، وده ليه 4 اختيارات شبه بعض. مفيش إجابة
واضحة قوية، كلهم reasonable، والمطلوب تختار البيست بروفيشنال ديسيشن. PMP does not test what you know, it tests how you decide. والجملة دي لو فضلت في دماغك أسئلة الامتحان هتبقى أوضح ومجهودك في المذاكرة هيبقى. السؤال السادس بيتكلم عن البين بوك 8 alignment، والسؤال ده بيفصل تماما بين البروجكت مانجر اللي بيفكر بعقلية قديمة والبروجكت مانجر اللي فاهم بين بوك 8 بشكل صحيح. السيناريو بيقول لك إيه؟ إن بروجكت مانجر قدامه اختيارين، يمشي على الأوريجينال بروجكت بلان بالحرف أو يغير أبروتش بناء على ستيك هولدر فيدباك، والفيدباك ده هيزود الفاليو بشكل واضح. وبعدين يسألك which mindset is most aligned with BIM book 8. الاختيارات A plan driven follow the approved baseline، ولا B value driven adjust to maximize the stakeholder benefits، ولا C risk averse avoid changes to minimize uncertainty، ولا D process driven consult change control procedure first. طبعا ايه غلط. بلان دريفن مناسب في الكونتكست اللي معين، لكن مش لما الفاليو تكون اعلى في التغيير. في بين بوك 8 البلان is a tool not a contract carved in stone، مش حجر مقدس ولا حجر ما تقدرش تحركه البلان ولا عقد. البلان عبارة عن أداة. السي غلط برضه، الريسك افيرس، تجنب التغير لمجرد الخوف، ده ضد الادابتابيليتي والليرنينج والفاليو اوبتمايزيشن. بين بوك 8 لا يساوي الريسك افويدنس، بيساوي الريسك اوير ديسيشن. هو مش يعني ما بيؤمنش بالافويدنس او تجنب الريسك، لكن عايزك تعرف تكون اوير باتخاذ القرار المناسب في الريسك. ده تراب انسر، ودي واحده من اخطر الترابات او الترابس اللي هو تشينج كنترول. مهم لازم اساسي التشينج كنترول، لكن البروسيس مش هو القرار، وهو وسيله تنفيذ القرار. يعني فاليو بيجي الاول، بروسيس يجي بعده. يبقى بي هي الصح، فاليو دريفن adjusted to maximize the stakeholder benefits، وده قلب البيم بوك 8. منطق البي ام اي هنا حسب فلسفه البي ام اي، لو التغيير بيزود الستيك هولدر فاليو ومتوافق مع الكونتكست يبقى بروفيشنال بروجكت مانجر بيدرسه ويدعمه، مش يرفضه علشان مش في الخطه او هيكسر البيز لاين. في البي ام بي اكزام اي اختيار بلان اوفر فاليو او بروسيس اوفر اوتكمز غالبا غلط. الاختيار الصح الفاليو فيرست والبروسيس سكند. ان بيم بوك 8 الفاليو درايف ذا ديسيشن، الفاليو هي اللي بتخليك تاخد القرار. البروسيس دي بتساعدك في التنفيذ enables the execution. الجمله دي لو في دماغك اسئله التشينج والستيك هولدر والادابتيشن هتتحل بسهوله. والسؤال ده بيقفل سيشن واحد بمنتهى القوه، لانه بيراجع الفاليو فيرست وبيربط البلان مقابل الفاليو وبيثبت الاكزام مايند سيت. السؤال السابع الاوبريشنال مقابل البروجكت كلاسيفيكيشن، والسؤال ده بيختبرك في ابسط واخطر فرق في البي ام بي. هل اللي قدامك اوبريشنز ولا بروجكت؟ السيناريو بيقول a manufacturing facility perform the same quality control checks on every unit produced using standardized procedures that have been refined over years. طب نركز في الكلمات ونطلع عندنا كلمة زي same checks every units standardized procedures over year. دي كلها كلمات أو key words مش جاية صدفة. نشوف الاختيارات. أول حاجة، هل ده continuous improvement projects ولا ongoing operation ولا quality management project ولا an operational project؟ نشوف الاختيارات. أول اختيار غلط، لأن ال continuous improvement project بيبقى فيه change وتحسين جديد وطريقة مختلفة، لكن هنا مفيش حاجة جديدة، نفس الإجراءات بتتكرر، يبقى مش project. C quality management project غلط. ده يحصل امتى؟ لما نكون بنعمل new quality system new procedures major redesign، لكن السيناريو ده تنفيذ مش تطوير. ده تراب. operational project ده مصطلح شكله حلو لكنه غير دقيق في البي ام اي لانجوج. البي ام اي بيفصل يا بروجكت يا اوبريشن. يبقى بي هي الاجابه الصحيحه الاونجوينج اوبريشنز، لان السيناريو فيه كل خصائص الاوبريشنز اللي هي ايه؟ اول حاجه طبقا للبي ام بوك 8 الكاركترستيك اوبريشنز هي repetitive activities متكررة، established procedures، no defined end date مفيش نهاية للتاريخ، focus on sustainability quality، no unique outcomes.
يعني مفيش فاليو جديدة، في فاليو موجودة بتتحافظ عليها. الامتحان دايما هيسألك أو بيسألك هل في نيو فاليو وتشينج ولا لا. لو لا تبقى اوبريشنز، لو تبقى بروجكت. الاكسكيوتنج established procedures اوبريشن، الكرييتنج اور changing procedures ده بروجكت. الجملة دي لو في دماغك أسئلة البروجكت مقابل الاوبريشنز هتتحل بسهولة. والسؤال ده بيرجعنا لأول فكرة في سيشن 1، الاقي البروجكت بيساوي فاليو كرييشن والاوبريشنز بتساوي فاليو سستينمنت، وده متماشي تماما مع فلسفة البي ام ار. السؤال الثامن بيتكلم عن domain emphasize understanding، والسؤال ده بسيط في الشكل بس مهم جدا في الامتحان لأنه بيربط نوع المهارة بالدومين الصح. السؤال بيقول which PMP exam domain most heavily emphasize stakeholder leadership والteam empowerment and conflict resolution. ركز على الكلمات stakeholder leadership، team empowerment، conflict resolution. دي كلها people skills. الاختيارات هل هي process domain ولا business environment domain ولا people domain ولا integration domain؟ ايه غلط. process domain بيركز على البلاننج والاكسكيوشن والمونيتورنج والسكوب والسكيدول والكوست والريسك، يعني technical project management work مش leadership. بي غلط. business environment domain بيركز على الاستراتيجي alignment والجفرنانس والكومبالينس والبنفيتس realization مش على إدارة الناس اليومية. دي تراب. integration domain كان موجود كنولج اريا زمان لكن مش دومين في الامتحان الحالي. في البي ام بي اكزام دلوقتي integration concept موزعة مش دومين مستقل. يبقى سي هي الإجابة الصحيحة لأن البيبل دومين بتمثل 42% من الامتحان وبيغطي الليدرشيب والسيرفنت ليدرشيب والتيم ديفلوبمنت والستيك هولدر انجيجمنت والكونفليكت مانجمنت والايموشنال انتليجنس، وده متماشي مع توجه البي ام اي ان نجاح المشاريع people driven مش process driven بس. اي سؤال فيه conflict وموتيفيشن وتيم ايشوز وستيك هولدر ريزيستنس وكوميونيكيشن بريك داون اسال نفسك فورا البيبل دومين لوجيك ابلايز، وده بيوجهك للاختيار الصحيح. If the problem is about people the answer is people domain. لو المشكلة بتتكلم عن الناس يبقى البيبل دومين هو الحل. والجملة دي لو في دماغك أسئلة الدومين هتتحل بسرعة وهتمنع أي تراب شائع يحصل. السؤال ده بيربط الدومين ستراكشر بالإكزام ويت. المايند سيت إن القيادة مش مهارة جانبية، وده بيختم سيشن 1 بشكل قوي. السؤال التاسع بيتكلم عن ال PMI Primary Function، والسؤال هنا بيختبر فهمك لدور ال PMI الحقيقي مش بس تحفظ اسم المنظمة. السؤال بيقول What is the PMI's primary role in the project management profession؟ هل هو providing the project management software and the tools ولا defining the standard and maintaining the professional certifications ولا managing the project for organization globally ولا training a project manager in a specific methodology؟ الإجابة الصح طبعا هي B defining the standards and maintaining the professional certification. الفكرة الأساسية خليها ثابتة في دماغك إن ال PMI بيساوي standard زائد certifications مش سوفت وير مش execution مش consulting. البي ام اي وظيفته الاساسيه انه يحدد البروفيشنال ستاندرد زي البيم بوك جايد والستاندرد فور بروجكت مانجمنت، ويدير الكريدنشالينج بروجرامز زي البي ام بي والسي اي بي ام والبي جي ام بي والبي ام اي اي سي بي. يعني البي ام اي بيقول ايه هو الصح مهنيا وبيختبر انك بتفكر وتتصرف كبروفيشنال بروجكت مانجر. بقيت الاختيارات غلط طبعا لان مش يعني البي ام اي تول مش providing software and tools، طبعا ده مش صحيح. ما بيعملش سوفت وير ولا بيفرض تول معينه. وسي مانجنج البروجكت جلوبالي، طبعا بي ام اي مش شركه تنفيذ مشاريع مش بي ام او عالمي. دي تريننج ان سبيسيفيك ميثودولوجيز. بي ام اي نفسه ما بيدرسش اجايل او ووتر فيل، التدريب بيكون عن طريق الاوثرايزد تريننج بارتنرز الاي تي بيز. في الامتحان اي اختيار فيه بي ام اي مانجر، بي ام اي اكسكيوتس، بي ام اي manages PMI provides tools، غالبا إجابة غلط. الصح دايما بيكون إن ال PMI govern standardize وcertify. الإكزام مايند سيت إن ال PMI دوره defines what good looks like، الشكل الصح شكله إيه، مش tell you exactly how to do it، مش تعمله إزاي. وده متماشي تماما مع بين بوك 8 principles judgment contextual application. ال PMI ما بيديرش المشروع. ال PMI بيعرف
يعني what it means to manage a project professionally، يعني إيه تدير المشروع باحترافية. السؤال العاشر بيتكلم عن السكسس ميجرمنت ان بيم بوك 8، وده من أهم الأسئلة الفكرية في بي ام بي لأنه بيفصل بين البيم بوك القديم والبيم بوك 8 مايند سيت. السؤال بيقول in بيم بوك 8 project success is primarily measured by، بيتم قياس نجاح المشروع بإيه؟ A. Adherence to the original scope, schedule and budget baseline. B. Benefits realization and value delivered to stakeholders. C. Quantity and quality of project documentation produced. ولا D. Project manager's ability to follow prescribed process. طبعا الإجابة الصحيحة هي B. Benefits realization and value delivered to stakeholders. الفكرة المحورية، خلي الجملة دي محفورة في دماغك، إن السكسس لا يساوي اون تايم أو اون بادجت. السكسس في البي ام اي الجديد بيم بوك 8 بيساوي فاليو زائد بنفيتس. في بيم بوك 8 النجاح مش إنك خلصت في الميعاد ولا التزمت بالبادجت ولا مشيت على البيز لاين، دي متريكس مهم بس مش هي الحكم النهائي. أو الحكم النهائي هو المشروع حقق بنفيتس حقيقية، هل خلق فاليو لأصحاب المصلحة، هل ساهم في البيزنس اوبجكتيفز. بقية الاختيارات غلط طبعا. ايه adherence to scope schedule budget ده غلط، ده الايرون تريانجل ثينكينج مهم لكن مش كفايه. السي quantity and quality of documentation بين بوك 8 مش document driven، الدوكيومنتيشن وسيله مش مقياس نجاح. دي following prescribed process بين بوك 8 ضد التفكير ده، مفيش one right process. في الامتحان تلاقي سيناريو بيقول المشروع اتأخر أو عدي السكوب أو خرج عن الخطة لكن الستيك هولدرز مبسوطين، القيمة اتحققت. في الحالة دي مشروع ناجح حسب البيم بوك 8. يعني أنت عندك مثلا مثال سريع بيحبوا البي ام اي، بروجكت فينيش متأخر والديليفرد هاير ار او اي وسولفد ريال ستيك هولدر بروبلمز، هنا سكسسفul بروجكت. اسأل نفسك دايما which option maximize the benefits realization and stakeholder value. اي اختيار فيهم يزود البينيفيتس ويزود الفاليو عند الستيك هولدر، مش which option protect the original plan، مش ايه اللي خلانا نلتزم او نحمل الخطه الاساسيه. اللي في بيم بوك 8 البروجكت كان fail perfectly on plan، ممكن الخطه تفشل او المشروع يفشل طبقا للخطه and still be a failure، وممكن يفضل فاشل or succeed imperfectly and be a success، وممكن يحقق فاليو وينجح. فانت هنا المقياس بالبنفيتس والفاليو اللي بتتحقق للستيك هولدر. السؤال 11 بيتكلم عن البرنسبل ابلكيشن الكولابوريشن اند امباورمنت، والسؤال ده مهم جدا اللي بيختبر فهمك للمبادئ مش حفظك للتعريفات. السيناريو بيقول في كونفليكت بين اعضاء الفريق والبروجكت مانجر، بدل ما يعمل اسكيليشن فورا عمل كولابوريتيف ديسكشن وخلى الفريق يحل المشكله بنفسه. هنا this approach best reflect بيعكس إيه؟ هل risk avoidance and conflict escalation، ولا بين بوك 8 principles of collaboration and empowerment، ولا traditional command and control leadership، ولا avoidance of project manager responsibilities. طبعا الإجابة الصحيحة هي B، إن البين بوك هنا principles of collaboration and empowerment. في بين بوك 8 البروجكت مانجر مش بوس ولا ديسيشن ديكتاتور، هو فاسيليتيتور أو سيرفنت ليدر. فعشان كده إجابة بي هي الصحيحة، لأن البين بوك 8 بيركز على الكولابوريشن والتيم امباورمنت والسيرفنت ليدرشيب بناء يعني وبيعمل فرق أو تيمز يكونها بشكل سيلف مانج. البروجكت مانجر هنا ما هربش من المشكلة وما تجاهلش دوره، لكن اختار أفضل أسلوب يخلق قيمة على المدى الطويل. بقية الاختيارات غلط، لأن أول حاجة الريسك افويدنس أند كونفليكت اسكيليشن، التصعيد الفوري بيكسر الثقة وبيضعف الفريق وبيخالف مبدأ الامباور ذا تيم اللي موجود في بين بوك 8. سي كوماند اند كنترول ليدرشيب، ده اسلوب قديم في الاولد بين بوك ثينكينج. بين بوك 8 ضد السيطرة الهرمية. دي avoidance of PM responsibilities، دي نقطة امتحانية خطيرة. البروجكت مانجر مش بيتجنب دوره، هو بيمارسه بطريقة ناضجة وحديثة. في سلسلة البي ام بي الكولابوريشن قبل الاسكيليشن، والكوميونيكيشن قبل الفورمال اكشن، والامباورمنت قبل الكوماند، الا لو في سيفتي ايشوز او ايثيكال فايوليشن او ليجال فايوليشن. تمام. المايند سيت كي، اسال نفسك does this action build team capability and trust؟ لو الاجابه ايوه يبقى غالبا هي صح في بين بوك 8.
في بين بوك 8 leadership is not about control, it's about enabling people to succeed. السؤال 12 عن المانجنج الانسرتينتي، والسؤال ده من اخطر واهم انواع اسئله البي ام بي، لانه بيقيس هتفكر ازاي اول ما تواجه انسرتينتي. السيناريو السؤال بيقول لك ان البروجكت مانجر في انيشيشن فيز وفيه significant uncertainty في المتطلبات. السؤال مش تعمل ايه، لكن تعمل ايه الاول، ودي كلمه مفتاحيه جدا في امتحان البي ام بي. هل الاول تكرييت detailed documentation to reduce الambiguity، ولا بي understand the context and engage stakeholders to clarify needs، ولا سي select a predictive approach to establish firm requirements، ولا دي escalate to the sponsor for the directions؟ الإجابة الصحيحة هي B understand the context and engage stakeholders to clarify needs. المنطق حسب بين بوك 8 إن ال context comes before documentation وال people come before the process و understanding value come before choosing ال approach. يعني ما ينفعش أكتب وما ينفعش أختار ميثودولوجي وأنا لسه مش فاهم المشكلة ولا البيئة ولا أصحاب المصلحة. بدي اختيارات غلط. طب ليه؟ A create a detailed documentation، دي غلطة شائعة جدا. documentation مش حل للغموض، لو وثقت حاجة غلط هتكبر الغلط. بين بوك 8 بيقول لك ال documentation follows the understanding not the opposite. C select the predictive approach، اختيار hybrid أو agile أو predictive قرار استراتيجي ما بيتاخدش قبل فهم الكونتكست والانسرتينتي ليفل. دي اسكيليت تو سبونسر، التصعيد مش اول رد فعل، يستخدم لما يكون في authority issues واستراتيجيك كونفليكت او ديد لوك، لكن هنا المطلوب اكسبلوريشن استكشاف مش اسكيليشن تصعيد. اي سؤال فيه uncertainty او ambiguity او unclear requirements فكر دايما بالترتيب ده: understand the context، بعد كده engage the stakeholders، بعد كده clarify the value، then decide the approach document escalation. الامتحان دايما بيفضل engagement over ال paperwork، discovery over ال assumptions، dialogue over ال directives. السؤال ال 13 بيتكلم عن الميثودولوجي انتجريشن، والسؤال ده بيقيس نقطة محورية جدا في PMBOK 8، وهي هل ال PMI بيفضل اجايل ولا بريدكتيف ولا هايبريد؟ والإجابة الصحيحة إن ال PMI ما بيفضلش منهجية واحدة بعينها. السؤال بيقول in PMBOK 8 agile methodologies are treated as، يعني مش بيسأل الأجايل صح ولا غلط ولا أجايل أحسن ولا لأ، بيسأل مكان الأجايل في التفكير المهني للبروجكت مانجر. هل هو alternative approach suitable only for IT projects، ولا inferior to predictive approach for series projects، ولا one valid delivery approach alongside predictive and hybrid، ولا the preferred methodology for all modern projects؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي C one valid delivery approach alongside the predictive and hybrid. في بينبوك 8 الأجايل والبريدكتيف اللي هو الووتر فيل والهايبريد كلهم equally valid delivery approach، والفارق مش في المنهجية، الفارق في الكونتكست والانسرتينتي والستيك هولدر نيدز والتايب اوف فاليو المطلوب. يعني the context decides the approach not ideology. ليه بقى الاختيارات غلط؟ الاجايل suitable only for IT دي فكره قديمه جدا. الاجايل مستخدم دلوقتي في الكونستراكشن والماركتنج والبرودكت ديفلوبمنت والاوبريشنز ترانسفورميشن. بينبوك 8 كسر الربط بين الاجايل والاي تي. B inferior to predictive، بينبوك 8 لا يصنف منهجيات بالافضل والاسوأ، دي طريقه تفكير البري قبل بينبوك 7 البروسيس بيزد. دي preferred for all modern project، دي غلطة شائعة عند ناس الاجايل بايزد، الاجايل بايزد. بينبوك 8 واضح الاجايل مش دايما الحل، زي ما البريدكتيف مش دايما الحل. في اي سؤال البي ام بي فيه بريدكتيف مقابل الاجايل او اختيار منهجية، اسأل نفسك which approach best fits the context and deliver value، مين اللي بيقدم value، مش which approach is modern or popular. البينبوك 8 is a methodology agnostic، it values the judgment over preference. بعد ما خلصنا السيشن 1 وخلصنا الأسئلة، دلوقتي نبص ايه recommended resources for continued learning. المفروض دلوقتي تكون الصورة الكبيرة وضحت، فهمنا يعني ايه operations وفهمنا يعني ايه project وفهمنا المايند سيت شيفت في البينبوك 8، وعرفنا ان امتحان البي ام بي مش حفظ وان هو judgment and decision making. والسؤال الطبيعي دلوقتي اذاكر منين واركز على ايه؟ البينبوك 8 جايد ده المرجع الأساسي، مش كتاب تحفظه. شابتر 1 مهم جدا، بيوضح الكونتكست والفاليو والبرنسبلز والبروفيشنال جادجمنت،
وأحب أوضح نقطة مهمة، بيم بوك 8 مش كتاب خطوات، ده كتاب طريقة تفكير. كمان بعد كده عندنا البي ام بي اكزام كونتنت اوتلاين الاي سي او، وده اخطر ملف في التحضير، ده اللي الامتحان مبني عليه فعليا، بيحدد الدومين والتاسكات والانابلرز. اي سؤال في الامتحان راجع للاي سي او هتلاقيه طالع منه. بعد كده البي ام اي سيرتيفيكيشن ريسورس، المصادر الرسميه من البي ام اي، الإليجيبيليتي ريكويرمنتس، الابلكيشن بروسيس، الاكزام بوليسيز، الابديتس. دي مصادر ما فيهاش اجتهاد شخصي، كلها اوفيشال وموثوقه 100%. وانت بتذاكر ما تقراش وتسال يعني ايه، اسال دايما انا اطبق ده ازاي في مشروع حقيقي، لان البي ام بي اكزام تيست الابلكيشن نوت الميموريزيشن. دلوقتي وبعد ما خلصنا سيشن واحد بالكامل، نقدر نقول إن إحنا حطينا أهم حاجة في رحلة البي ام بي طبقا للإصدار الثامن. حطينا المايند سيت بشكل صحيح قبل أي تول أو قبل أي بروسيس. بيم بوك 8 بيقول بوضوح 3 حاجات، بيقول إن الفاليو فيرست ثينكينج، وإن الكونتكست دريفن ديسيشنز، وإن البروفيشنال جادجمنت. دول حاجة مهمين، ودول الأساس اللي هنبني عليه كل اللي جاي. أول حاجة internalize the value first mindset. قبل ما نتحرك لأي سيشن تانية لازم تكون فاهم إن بيم بوك 8 بيقيم كل حاجة من منظور الفاليو للستيك هولدر، مش الالتزام الأعمى بالبروسيس. في الامتحان مش هتتسأل اتبعت الخطة ولا لأ، هتتسأل ضمنيا هل القرار ده خلق فاليو حقيقي ولا لأ. لو النقطة دي مش واضحة، أي مذاكرة بعد كده هتبقى ضعيفة. تاني حاجة review your project experience. راجع شغلك الحقيقي، فين كنت بتخلق value، فين الكونتكست اللي غير قرارك، فين اخترت best option مش perfect option. دي أهم خطوة بتحول بيم بوك من كتاب إلى طريقة تفكير مهنية. البي ام بي اكزام بيكافئ اللي ربط النظرية بالواقع. تالت حاجة prepare for principles and domains. السيشن اللي جاية هيبقى Project Management Principles ال6 حسب البيم بوك 8، وال3 PMP Exam Domains ال People وال Process وال Business Environment. مش حفظ، ازاي تطبق Principles حسب الكونتكست، وازاي توازن بين التريد اوفس، وازاي تختار الابروتش المناسب سواء كان Predictive أو Agile أو Hybrid. بعد كده ورابع حاجة maintain ال Consistent Progress. ال PMP مش سبرنت، مش ماراثون. اعمل study plan واقعي، مراجعة مستمرة، براكتس بأسئلة situational، وافتكر إن الامتحان بيقيس الجادجمنت اوفر تايم مش النولج في يوم. رحلة البي ام بي بدأت صح، مش بالحفظ لكن بطريقة تفكير محترفة. سيشن واحد كان الأساس، اللي جاي بناء حقيقي على هذا الأساس. شكرا لحضراتكم، ونلتقي بإذن الله في سيشن القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.